الله حقوج أغو زكاة يصجأتوا بلان. أعزائي الطلاب، نبدأ اليوم بدرس جديد وحرف جديد. الحرف اللي بدأ نبدأ فيه هو الحرف جي. الجي دال مع جيم، دال مع جيم بشكل جيم ثقيلة جدا، مثل بالإنجليزي كمان موجود هالمصطلح هذا، دال مع جيم. إذا دال مع جيم بصير الجي. الجي الحرف الجي مستعمل طبعا بلغة الجمقوي بشكل كبير، وهلا راح تشوفوه. حرف الجي الدال مع الجيم طبعا له كتابة مطبعية، حرف كبير وحرف صغير، وكتابة يدوية كبير وصغير. نجي على يمين الكتاب من الأعلى مكتوب جاية. جاية جاية نوع من السمك مثل السلور تقريبا، نوع من السمك بيعيش بكثرة في بحيرات وأنهار القفقاس. جاية جاية إذن نوع من السمك. جاية نوع من السمك. تيقواج. تيقواج تي خاصتنا ضمير الشخص المتكلم في حالة الجمع. تي قواج قرية. تي قواج قريتنا. تي قواج قريتنا. تحت في كلمة نجدت. نجدت طبعا نجدت اسم علم، بيسموا نجدة الشراكة بيسموا نجدة، نعم اسم علم. عنوان الدرس تحت تيقواج. تيقواج إلا التي خاصتنا، قواج قرية. تيقواج قريتنا. تيقواج قريتنا. تيقواج قجشو. تيقواج تيقواج لاحظوا انه احيانا بيجي تيقواج، احيانا تيقواجه. تيقواج وقف الكلام، تيقواجه في بعض كلام، بعض كلام. تيقواجه قجشو. تيقواجه قريتنا. قواجه قريه. اشخ الشين والشي والاو قجشو. شو هل قجشو هل الشين والشي والاو يدل على الضخامة، الكبر، الضخامة. قجشو تشلشو تشلشو بسخوشو كل كبير. بسخوة نهر، بسخوشو نهر كبير. بسنة نبع، بسنشو نبع كبير. الشخ هذا بدل على الكبر، ما بيجي لحاله منفصل، بيجي في آخر الاسم. في آخر الاسم بيصير بيعملوا صفة. قرية، قرية كبيرة بالتشركسي بده يعملوا صفة يعني. قجشخ إذا تيقواجة قجشخ قريتنا قرية كبيرة. قرية كبيرة قجشو. قجة داخ. قجة قرية، داخ جميل أو جميلة. البنت بيقولوا له داخ والصبي بيقولوا له داخ، ما في مذكر مؤنث عنا. قجة داخ إذن قريتنا قرية كبيرة. قجة داخ قرية جميلة. قرية جميلة. آر بسنبقم تيس. آر بس نبقم تيس. آر ذلك. آر ضمير الشخص الثالث المفرد. آر آخر إلى آخره للمفرد يعني. آر الضمير الشخص الثالث للمفرد. للمفرد طبعا. آر
بس بس مي، أخذنا بس مي. نبق نبق نبق، ضفة النهر، ضفة النهر. في بيقولوا نبق، وفي يقولوا نج، في بيقولوا نز. بس نجم، بس نبقم، بس نزم. ولكن النبق لازم يكون مرتفع، الضفة المرتفع عن النهر، ولو ارتفاع متر نصف متر، الضفة مرتفعة بيقولوا له نبق. نبق معناته الضفة مرتفعة. أما الضفة اللي جاي هيك بيقولوا له نج، أو بسنج، أو بسنز، نز. نبقم، الميم لما بيجي مع النبق، نبق إن الضفة، نبقم على إلى، بصير اسم مفعول أو اسم مجرور. تيس، تيس جالسا على، تيس جالسا على. انتبهوا، في يعني تيس جالسا على في أعلى، تيت واقفا في أعلى، تيل نايما في أعلى. إذا تيس بالعلاء، بالعلا ساكن. قلنا أن الضفة مرتفعة عن نبق، مرتفع عن النهر، فإذا القرية الساكنة في على ضفة في أعلى ضفة النهر. كوكورا، كورارا، بسخم ماكوخ. كورارا، كوكورا، كورارا، هذول أسماء بنات، أسماء بنات بتشركسي طبعا. وهذا بسخوة معك، بس مي، بسخوة نهر، بس مي، بسخوة، خوا أصلا بسخوي، يعني كثير اختصروا على بسخوة. بسخوة، بسخوم، بسخوم إلى النهر أو على النهر، لأن الميم هذا بصير اسم مفعول به. ما كوخ، ما كوه، كوه ذهاب، كوه اذهب فعل أمر. ما ضمير شخص ساس المفرد في الزمن الحاضر. ما كوه، ما شخ، ما تشه إلى آخره. ما كوه بيجي مع غير اليائيات، اليائيات بيجي معهم يشك، يد، إلى يس إلى آخره. ما كوخ، إذن كوه ذهاب، والخ إخ بيجي جمع. ما كوخ يذهبون، لأن ما في يذهبان بالتشركس المثنى، ما في يذهبون. إذن كورر، كوكرة، كورر بسخم مع كوخ. هل الإنسانين هدول ذاهبين إلى النهر؟ مبين بالصورة أنه في بنتين رايحين على النهر. شباتنرة، نجدترة، بششة خسخ. شباتن اسم علم، الر صار واو العطف، واو العطف كررناها مرارا، يلحق الاسم المعطوف والمعطوف عليه. شباتنرة، نجدترة، بششة خسخ. بششة اسم نهر وإله معنى أيضا. بش معناته السديم، السديم يعني البخار المتراكم، مثل ما تقول بش. بيجي معناته غيم كمان. بش، بشيشة، شا معناته مكان، بيت، مكان بيت. شا مكان بيت. بشيشة يعني النهر اللي بيكون فوق ضباب على طول، فوق سديم على طول. واسم النهر موجود بالقفقاز اسمه بشيشة. بشيشة خسخ، بشيشة خسخ. خس، خس جالسا ضمن شيء. ممكن يقول خل نائما ضمن،
خس جالسا ضمنه، خت واقفا ضمنه. هون بسم بشيشة خسخ يعني جالسين في النهر ما واقفين، لأنه هذا مصطلح بدل ما يقولوا بشيشة خسخ لا بشيشة خسخ أنه جالسين في النهر، أنه في النهر. نقطة طبعا سري بسم سيس سري، وأنا أيضا سأنا الآر والياء أيضا بيجي معنات وأنا بسم في الماء، في الماء سيس يس يسبح. سن كلمة سن سباحة، ولكن ما مستعملة باللغة الشركسية، بيقول سيس ويس يس تيس شويس إلى آخره. سيس سي أنا في الزمن الحاضر، سي أنا في الزمن الحاضر، س أسبح أنا أسبح. إذا سري بسم سيس وأنا أيضا أسبح في النهر، وأنا أيضا أسبح في النهر. السطر اللي تحته سؤال، وبسم وقوى، وبسم وقوى، وضمير الشخص المخاطب أنت، هنا أنت. بس مي بسم إلى الماء، إلى الماء. بسم أنت إلى الماء. وقوى قوى ذهاب، وقوى أنت تذهب. لمن اجى الألف بعد الفعل وقوى صار استفهامي مثل الهل، هل أنت تذهب إلى الماء؟ طبعا الماء المقصود فيه ماء النهر، يعني إلى النهر. وبسم وقوى، وبسم وقوى، هل تذهب أنت إلى النهر؟ طبعا بعد هذا الألف وبآخر الجسم بيجي إشارة استفهام، أنا مستفهمة. بسم سري بسم سقوى، الجواب ما مكتوب، لكن بدك تجاوب أره سري بسم سقوى. تحته جاير بسم خس. جاير هذا السمك، نوع سمك جاية، نوع من السمك جاير موجود بكثرة، يعني هذا النوع من السمك هذا بالقفقة بنهار وبحيرات وموجود بكثرة. جاير بسم خس، جاير جاية سمك، جاير السمك، السمك. بسم بسم ماء، بسم بالماء في الماء، لأن الميم هون اجت مجرورة. خس خس، لاحظوا ما قالوا خل، لأن السمك ما بيجلس جلوس، بيكون نايم نوم، ولكن هذا مصطلح بدنا ناخذه كما ورد بدون أي اجتهاد. كل شيء فيه له اجتهاد إلا اللغات كما أنزل، لا تحريف، ولا لو كان هيك أحسن ولا لو كان هيك أحلى. أيوة جاير بسم خس، والسمك أيضا موجود في الماء، موجود بالماء، المعنى هيك موجود بالماء. أما خس في حالة الجلوس، خث في حالة النوم، خت في حالة الوقوف، وأنا ما نبه الوارد هلا. جاير بسم خس. بوراتينا، طبعا بوراتين اسم علم، بوراتين اسم علم. جاية قوبته، بوراتين عم يمسك سمك، جاية هذا نوع من السمك. قو وبته، وبتن، وبتن امساك، وبتن قيم وبذهب. قي وبته القاف اتجاه الفعل، إن تنفيذ الفعل. الياء ضمير الشخص الثالث المفرد، ضمير عائد ضمير الشخص الثالث المفرد.
قي وبت يمسك السمك. إذن بوراتين عم بيصيد سمك، بوراتين الجاية قي وبت يعني بوراتين يمسك السمك أو بوراتين يصطاد السمك. هاي المعنى الحلمي. أعزائي الطلاب، نعمل عودة سريعة للدرس من أوله، وأرجو أن تنتبهوا. ج دال وجيم ثقيلة. جاية نوع من السمك بعيش بالقفقاز بكثرة أكثر من غيره. تي قواجة، تي خاصتنا، قواجة قريتنا. تي قواج أو تي قواجة قريتنا. نجدة اسم علم، نجدة اسم شخص. تي قواج عنوان الدرس. تي قواج قوجشه. نص الدرس تيقواجة قريتنا قوجشه. قرية كبيرة، قرية كبيرة، أيوة قوجشه. قوجداخ قرية جميلة، قوجداخ قوجشه قرية كبيرة، قوجداخ قرية جميلة. بسنب قمتيس، ذلك يعود للقرية. بسنبقم نبق ضفة النهر، تيس جالسا على ضفة النهر. القرية متوضعة على ضفة النهر، لأنه تيس بصير الشغلات العالية يعني تيس. كوكورا كوررا بسخما قخ. كوكا وكورا يذهبون إلى النهر. بسخم ماقخ يذهبون إلى النهر، لأنه ما في مثنى قلنا يذهبون إلى النهر. شباتنرا نجدترا بشيشة خسخ. شباتنرا نجدترا هذول أسماء أعلام، أسماء أشخاص. بشيشة اسم نهر، شرحنا شو معناتها الاسم كمان. خسك جالسين ضمنه، خسك جالسين، خس جالس، خسك صار جمع، خسك جالسين في الماء. شريب سمسيس، وأنا أيضا أسبح في الماء. بسم بالماء، سيس أسبح، سيس أسبح. وبسم وقع. السؤال تحت عم بيقول أنت تذهب إلى الماء، وبسم وقع هل أنت تذهب إلى الماء؟ تحت في جاير بسم خس، السمك يعيش في الماء. جاية اسم نوع من السمك. جاير بسم خس، السمك باللغة الشركسية بتسجيه باغوا ياوا، ولكن باغوا ما كل القبائل بيستعملوها، لأنه بالأصل بيقولوا كلمة تركية، ولكن ما بالأتراك بيقولوا للسمك ما بيقولوا باغوا، بيقولوا بالق. المهم جاير بسم خس، السمك يعيش في الماء. بوراتينا جاية قيوبته. بوراتينا يمسك هذا النوع من السمك، أو يصطاد السمك. أعزائي الطلاب، الآن ننتقل إلى كلمات الدرس وإلى قواعد الدرس. كلمات الدرس: جاية نوع من السمك. جاية نوع من السمك. قواجة قرية. قرية. فيتشلة كمان قرية. أما كوي
صحيح بيستعملوا بعض قبائل الشركس، ولكن كوي كلمة تركية. الأزبط قواجة، قواجة تشيله. في شكوى، شكوى في حرف الشين زائد الشي زائد الأو قدامه نقاط، معناته كل مصطلح قدامه نقاط معناته بيجي في آخر الكلام. إذا بعد نقاط بيجي في أول الكلام. شكو إذن هذا من الشركوكر من اللواحق، يعني شكو كبير، شكو كبير. قواجة قرية، قواجشكو كبير، قرية كبيرة. شغشكو شجرة كبيرة. طشكو رجل كبير. نبق حد ضفة نهر، نبق ضفة نهر. بسخوة نهر، بسخوة نهر. بسخوة نبق ضفة النهر، بسخوة نبق ضفة النهر. إن النبق بيقولوا للضفة اللي مرتفعة بشكل عمودي عن الماء، ولو كان متر واحد بعدين بيجي ارتفاع متدرج، معلش نبق. بسخوة نهر. خسخ، خس جالس، خسك جالسين. الحرف الخ في آخر الكلام يدل على الجمع، يدل على الجمع. خسك جالسين ضمن. سيس، سيس أنا أسبح، سيس أنا أسبح، سيس أنا أسبح. وبت أمسك فعل أمر، وبت أمسك فعل أمر. قيوبت، قيوبت قي القاف اتجاه الفعل، واللي إياه ضمير شخص الثالث. وبت أمسك معناته يمسك أو يصطاد. قيوبت، قيوبت يمسك أو يصطاد، قيوبت يمسك أو يصطاد. أعزائي الطلاب، اليوم بنراجع الكلمات بشكل سريع. جاية سمك، قواجة قرية، شخو كبير، قواجش قرية كبيرة، نبق حد ضفة نهر، بسخوة نهر، خسخ جالسين ضمنه، سيس أنا أسبح، وبت أمسك، قيوبت يمسك أو يصطاد. القواعد، قواعد اللغة اللي موجود هون شرك أخر، شرك أخر. اللواحق، كل جذور الكلام في سوابق بيجي بأوله، في لواحق بيجي بعده. اللواحق هناك مصطلحات مؤلفة من حرف أو حرفين أو ثلاثة تلحق بجذور الكلام، وتحدد أزمنة الأفعال والجموع وحالات النفي وحالات كثيرة جدا من راح تاخذوها، الأمكنة والأزمنة إلى آخره. مثال كوا، كوا اذهب، بيجي لاحقة غ بصير كواغ، كواغ ذهب. بيجي بعد كلمة الشين والت كوشت، كوشت فيذهبوا. بيجي بعد الكوا كونب لن يذهب، قدب أو قتب لن يذهب. إذن اللواحق شارك أخر. اللواحق هي مصطلحات تلحق بآخر جذور الكلام، وتحدد أزمنة الأفعال والجموع، حالات النفي، الأمكنة وإلى آخره. مثلا كلمة قوة بيجي اللاحقة غ بصير قواغ. بيجي الشين والتاء قشت بصير سيذهب أو سوف يذهب. قنب البي نفي، نفى بصير لن يذهب، لن يذهب. إذن بالقواعد درسنا اليوم شارك أكر. اللواحق تلحق بجذور الكلام وتحدد أزمنة الأفعال والجموع حالات النفي وإلى آخره. هذول اللواحق كثيرة جدا، فبكرة راح تاخذون راح يعينوكم كثير كثير جدا
في اللفظ اللغة الشركسية. أعزائي الطلاب، أتمنى أن أكون قد وضحت ما أريد توضيحه، وأرجو أن تستفيدوا من هذا الشرح ومن هذه الكلمات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.